السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة بسمة فوزي. لو عايزين بقى مع بعض نعرف طريقة عمل الفراخ الحلوة الجميلة اللي احنا عاملينها في الفيديو دي. الطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. معانا فرخة غسلناها كويس وهنقطعها وهنتبلها بالليمون والملح 5 دقايق 10 دقايق كده ولا حاجة. وهنبدأ مع بعض الطريقة بتاعتنا. اول حاجه هنقطع البصل وهنقطع الطماطم والفلفل الوان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونحطه في الصينيه. دي اول خطوه معانا. تاني خطوه معانا هنجيب الفراخ وهنحطها على الخضار اللي احنا حاطينه في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. زي ما انتوا شايفين هنحط بقى البهارات بتاعتنا وهنبدا بقى نمرجح الفراخ بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين وهنحط عليها البهارات وهرجع لكم تاني. مشينا البهارات على الفراخ ودلوقتي هنحط عليها صوص طماطم كده. لو عندك مثلا صلصة ممكن تضيفي. دلوقتي احنا بنعصر الليمون على الفرخة قبل ما بنحطها على النار، بتدي طعم حلو جدا للفراخ بتاعتنا. بعد ما عصرنا الليمون هنبدأ بقى ايه، نضيف بقى معلقتين زيت كده علشان الخضار بتاعنا، وهنسيب نحط الفرخة على النار في حدود كده 15 دقيقة تنزل المية بتاعتها والخضار بتاعي يبدأ يستوي. وبعدين هنبدأ نضيف المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنغطي عليها بقى ونسيبها تستوي، وبعد ما تستوي هنطلعها نحطها في الفرن وتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبالهنا والشفا على قلبكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، ولو عايزين مني اي حاجه اكتبوها لي تحت في التعليقات، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.